ما تقوليش كانت تدير له هكا في الطريق وستر ربي من كارثه. الشبيبه مع بدية السمانه قلت لك لاستي هي المقاريه الاولى في البارك. ومولاها ديكلارا قال باللي الموتور كي يكون بارد وحده يرقد. اول حاجه هزيت الكاب ونشوف لقيت الموتور نورمال او ام 650 تايا كل شيء راهو في بلاصتو. درت الكونتاكت الشبيبه باش نبداو الدياغنوستيك تاعنا. برونشيت سكانر ودخلت ديريكت نقرا لي كود ديفو خرجوا كامل في الكالكيلاتور موتور. كامل اللي ديفو خرجوا في الكربيرون فيهم اللي يروح ويجي. اهم ديفو فيهم اللي هو لا بريسيون تاع الكربيرون اللي راهو يقول ترو فابل. درت ايفاسمون وقلت لصاحبي نوض الموتور. استنيت الموتور لوين طلعت التمبيراتير تاعو بصح ما دارتش المشكل انه الموتور يرقد. طيب لازم نروحوا لخطوه اخرى من الدياغنوستيك واللي هما لي فالور ريال. بصح لي فالور ريال في المره هذه خرجوا تقريبا صحاح. نروحوا الخطوه اللي بعدها نجربوا السياره في الطريق. نمشوا مامبا 500 متر حتى رقدت وحدها. او درنا سكانر زاد خرج نفس الشيء اللي هو سيستم كاربيرون ترو فابل. عاودنا درنا ايفاسمون زدنا مشينا بها غير شويه. ستر ربي المره هذه الشبيبه كانت مرددانا قد وكان الكاميو خارج قدامنا. تسمى مولاها صح ربي ستروا من انه تقدر تدير به كارثه لانها تمشي حتى ترقد وحدها. يتسمى هذه لازمت لها لاتولي ونديروا لها فيريفيكاسيون مانويال. وليكم اللقطه اللي كانت تديرها كيفاش ترقد وحدها. طلعت الكاب ونحيت الكاش موتور وديريكت بديت نفيريفي في لافيش اللي جايين في السيستم كاربيرون في لا رومب وحتى الاش بي اللي جايه من تحتها ولافيش اللي جايه في الفلتر تاع الغازوال. كل شيء راهو في بلاصتو. كل ما ينوض صاحبي قبل ما يرقد الموتور لا بريسيون تطيح تاع الكاربيرون في التويو هذا اللي جاي كيما الفلتر. قلت خلي نبدا بالسيركوي تاع الكاربيرون باس بريسيون. كانت لافيش جايه كيما الفلتر قد غير ما جبت لافيش الشبيبه جيت نحي المانو كيما تشوفوا الكارثه. واش السنين اللي كونيكتو لافيش مع الكابتر اتسيزايا والشبيبه واش صرا لهم؟ اما انه دخلهم الماء ومع الوقت تسيزايا ولا الاحتماليه الاكبر انه دخل لو برودوي كي كانوا ينتوايو في الموتور مع الوقت سيزايا. واش درنا هنا؟ رجلينا لافيش وبدلنا المانو والمشكل هذا تحل. بصح قلت لكم خلي نكمل مع الباس بريسيون. رحت ديريكت للبومب تاع الكاربيرون اللي جايه في لاريير تاع السياره وين كاين الريزرفوار تاعها وطلعتها. وشوفوا الكارثه اللي كانت في الفلتر الشبيبه. الحمد لله الواحد انه تلاح ليها غير فيريفيكاسيون برك ظهرت باللي فيها كل مطاج حتى هي. عملنا لها نيتواياج الشبيبه ورجعنا كل شيء لبلاصتو والسياره كما تشوفوا راهي تنوض على الضربه الاولى. درت ايفاسمون اللي يضيفوا بسكانر ورحت ديريكت حطيت لي فالير ريال وخرجت نسيها في الطريق. بسم الله ما شاء الله السياره رجعت مليحه وفي الحاله الممتازه تاعها. استنيت الموتور حتى برد عاودت له نفس الشيء راهي مليحه السياره وبصحه مولاها. حط الكاش موتور سكر الكابو. في الامان.